به عندي تسجيل اسمعوا معنا سي سامي الدبوسي وقل لي شنو الصحيح فيه وشنو الغلط فيه. التسجيل هذايا لرئيس الحزب الدستوري الحر وقت اللي كان البرلمان قائم في حضور حكومة الفخفاخ. اسمع وقول لنا الكلام هذا صحيح والا غلط. الملف متاع الجيلاني الدبوسي جابوهولك وقالولك انه عبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري وغيرهم اليوم مطلوبين للقضاء الفرنسي ومطلوبين لهيئة حقوق الانسان بالامم المتحدة. من غير ما تضحك عبد اللطيف المكي هو العدد متاع القضية 37/3/2020 وجيتكم مراسلة نهار 10 فيفري 2020. الدولة التونسية مطالبة بان تجيب حول عملية تعذيب الجيلاني الدبوسي اللي تم اطلاقه بعد تعذيب ممنهج في السجن، مات بعد ساعتين. ووزير الاصلاح الاداري وزير الدولة وصل له الملف هذايا عن طريق الهياكل متاعه، ورغم ذلك وصل لكم عن طريق هيئة مكافحة الفساد، ورغم ذلك سميتوه وزير صحة مرة اخرى عبد اللطيف المكي اللي يرثي في زعيم الاخوان محمد مرسي ويقول له سنكمل المشوار. سميتوا الوزير المطلوب للعدالة الدولية. وهنا نحب نسألكم كيفاش باش تجاوبوا في الملف اللي عطاوكم فيهم اجال باش تجاوبوا حول هذه التهمة الخطيرة. كيفاش باش تجاوبوا على الطبيب اللي سل الفيشة وقت اللي يعملوا في الدياليز للمرحوم الجيلاني الدبوسي. هذه قضية تعذيب وقضية حقوق انسان وقضية انتهاكات، وهي قطرة في بحر الانتهاكات اللي صارت ايام الترويكا وتولي وزارة العدل من تنظيم الاخوان. جاوبونا كيفاش باش تتستروا على هذا الملف. سي سامي الدبوسي. صحيح 100%. كيفاش تم سلين الفيشة على المرحوم والدك وهو يعمل في الدياليز؟ سلم الفيشة بالقوة العامة من طرف الدكتور منذر ونيسي اللي رئيس توا الهيئة الطبية تاع النهضة. أنا متخبي غادي معناها باش ما يلقى شويه حمايه. هذا منظر ونيسي اللي هو سل الفيشه تاع الدياليز في نصف الليل بالقوه العامه اثناء العمليه الدياليز بيريتونيال. ايفيدامون هذا عمل سل الفيشه تحت امر الوزير نتاعو وزير الصحه اللي حطوا مستشار خاص وخارجه في الرايد الرسمي عبد اللطيف المكي. فما قضية دولية كما الرقم والعدد اللي عطاته؟ اكزاكتومون كله صحيح. القضية الدولية هي قضية توا في المحكمة تاع فرنسا تاع باريس وفي الأمم المتحدة بجنيف اللي أقرت بالتعذيب، والدولة التونسية لم تستطيع أن تجاوب للأسئلة، ما جاوبتش بكل. لذا الجريمة ثابتة وبش في الأيام القليلة الجاية باش تصير عمليات كبيرة. ما نجمش نتكلم عليها. عمليات كبيرة تقصد من حيث البحث؟ من حيث البحث بالطبيعة. اللي هذوما ديلوا واشباه الحقوقيين كما احمد نجيب الشابي ولا بشر كميد الذين يتبتون اليوم على رفض السماح على المجرم البحيري، عمره ما تكلموا على الدكتور جيلاني الدبوسي. يعني انت عندي جمله سبحان الله كما تدين تدان. هذه هي الجمله اللي عندي اليوم. يعني انت اليوم وفاة والدك الجيلاني الدبوسي التهمة توجهها مباشرة لعبد اللطيف المكي ونور الدين البحيري؟ رأسا بالطبيعة اغتيال سياسي من طرف عبد اللطيف المكي مع المستشار نتاعو منذر ونيسي، ونور الدين البحيري مع المستشار نتاعو نادي هلال اللي كانت طبيبة في المرنقية. وباش نذكركم بعد ما سل الفيشة منذر ونيسي مغدويك تكلمنا في الشروق وفي الإذاعة باش نقلب الحكاية هذه. جاوب نور الدين البحيري في اكسبريس اف ام وقال معناها بضحكة كبيرة، قال راهو المرنقية داوي خير من السبيطار.